ليلى وأحمد عرسان جداد قرروا يقضوا أول شهر في بيت عيلة أحمد القديم عشان يوفروا فلوس. فأول ليلة ليلى لقت في دولاب أوضتها عروسة قماش قديمة جدا ريحتها بخور ومسك قديم. أحمد قال لها دي عروسة عمتي الله يرحمها، كانت متعلقة بيها جدا وماتت وهي ماسكاها. ليلى حست بشفقة وخدت العروسة وحطتها على التسريحة قدام المراية. أول يوم ليلى صحيت لقت شامة حسنة صغيرة كانت في وشها اختفت، قالت يمكن من الإرهاق. تاني يوم صحيت لقت لون عينيها العسلي بقى باهت جدا كأنه بيتمسح. الرعب الحقيقي بدأ لما بصت للعروسة على التسريحة. العروسة اللي كانت ملامحها مرسومة بخيط بدأ يظهر في وشها شامة في نفس المكان اللي اختفت منه عند ليلى. أحمد رجع من الشغل لقى البيت ضلمة تماما. دخل الأوضة لقى ليلى قاعدة قدام المراية وماسكة إبرة وخيط، كانت بتخيط في وشها وهي بتضحك وصوتها طالع مكتوم كأن بقها مقفول. لما قرب منها بصرخة ليلى لفت وشها ليه. وشها كان عبارة عن قطعة جلد واحدة، لا عينين لا مناخير ولا بق، مجرد قماش بشري. والعروسة كانت قاعدة في حضنها وبقت بملامح ليلى الحقيقية، عيون عسلية بتلمع وضحكة مرعبة. وقالت لأحمد بصوت ليلى ايه رأيك يا أحمد، مش كده بقيت أحلى؟ عمتك كانت محتاجة وش جديد عشان تقابلك. أحمد اكتشف إن كل المرايا في البيت ده هي مصيدة، العروسة بتسحب الروح والملامح من خلال انعكاس المراية. حاول يكسر المراية لكن من كل قطعة إزاز مكسورة ظهرت عين من عيون الضحايا اللي العروسة سرقتهم قبل كده. البيت كله بدأ يتحول لقماش، الستاير بقت جلد والسجاد بقى شعر بشري. أحمد هرب من البيت بأعجوبة، بس لما وصل الشارع وبص في مراية العربية ما لقاش صورته، لقى صورة العروسة وهي بتغمز له من الكرسي اللي ورا. ليلى ما ماتتش، ليلى بقت هي العروسة الجديدة المستنية الضحية اللي جاية.